السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سنة تانية إعدادي. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر سعيد السيد ودي قناتكم ذاكر لي أونلاين. هنحل مع بعض النهاردة يا شباب نموذج امتحان مهم جدا في مادة اللغة العربية واللي فيه أسئلة متوقعة بنسبة كبيرة علشان نبقى مستعدين لامتحان الترم الأول 2025. قبل ما نبدأ في حل الامتحان انزل ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. أول سؤال معانا النهاردة هو من موضوع نصر أكتوبر العظيم. وشرع الجنود البواسل ينشؤون جسور العبور وانطلقت صيحاتهم هادرة الله أكبر الله أكبر تبارك المسيرة. بقولك أكمل ما يأتي. معنى تبارك يا شباب يعني إيه؟ تبارك المسيرة يعني تؤيد المسيرة. طيب مضاد ينشؤون، حد بينشئ حاجة مضادها بيهدمها، يبقى هقول له يهدمون. طيب كانت لصيحات الجنود أثر إيجابي عليهم وسلبي على الأعداء، وضح ذلك. هقول له طبعا حيث باركت هذه الصيحات مسيرة الجنود وزلزلت الأرض تحت أقدام العدو، وده خلاهم يفرون أمام الزحف المقدس. طب ما دور منتصر في معركة العبور؟ كان دوره إيه يا شباب؟ طبعا كان من أوائل الطيارين اللي دكوا حصون العدو وحطموا مراكز قيادته، وهرب بقى الأعداء من أمامه وكانوا بيشبهوا في نظره الذئب اللي قتل زميله مجاهد. طيب خلونا دلوقتي بقى يا شباب نحل بعض الأسئلة الخاصة بقصة كفاح شعب مصر. بيقولك ضع علامة صح أو خطأ. لم يستجب مشايخ القرى لدعوة حسن طوبار لمقاومة الفرنسيين. لا خطأ، دول استجابوا. بيقولك تداعت يعني سقطت في القرن السابع الميلادي دولة أشور وكانت الوريثة الشرعية لها دولة الفرس. صح ولا غلط؟ نركز هنا، بيقولك في القرن السابع الميلادي، هقول لا خطأ، ده كان في القرن السابع قبل الميلاد. طيب انتقم الفرنسيون مما حدث في نجع البارود فتتابعت هجماتهم من أسوان إلى قوس. هقول أيوة الكلام ده صح. طيب بيقول لك وضح كيف حكم الهكسوس مصر. كانوا بيحكموا مصر ازاي يا شباب؟ هقولوا طبعا عملوا على تفرقة صفوف الشعب وإخماد قوته وإضعاف كلمته، وكمان ظلموا الناس وسرقوا أموالهم وشردوا أبنائهم. ومش بس كده، دول سخروا من عادات وتقاليد المصريين. طيب بيقول لك ما الخديعة التي دبرها أهل رشيد لفريزر وجنوده؟ عملوا ايه يا شباب؟ أقول له جعلوا الإنجليز يدخلون رشيد في أمان فلم يعترض أحد طريقهم، ولما بقى اطمأنوا لعدم وجود المقاومة خلعوا أسلحتهم، وفجأة خرج الجنود والأهالي من مخابئهم وقاتلوا الإنجليز بالسلاح الأبيض وأطلقوا عليهم الرصاص، ففر طبعا جنود الإنجليز هاربين إلى الصحراء. وقبلها كان الجنود والأهالي مختبئين في المنازل والمتاجر زي ما قلنا. طيب خلونا بقى دلوقتي نتنقل لمجموعة أسئلة تانية هي خاصة بالقراءة متحررة المحتوى. بيقول لك خير وسيلة للنجاح في الحياة أن يكون لك مثل أعلى عظيم تطمح إليه وتضعه دائما نصب عينيك وتسعى جادا في الوصول إليه، وقد يكون هذا المثل الأعلى عالما فذا أو أديبا مرموقا أو رياضيا مشهورا، فمن قنع بالأدنى لم يصل إلى شيء سواه، فكن طموحا تحقق مبتغاك وتصنع حلمك بيديك. أكمل ما يأتي. معنى مرموقا يا شباب يعني إيه؟ هنا بيقول لك قد يكون هذا المثل الأعلى عالما فذا أو أديبا مرموقا. مرموقا يعني ذو مكانة عالية. طب جمع فذا، جمع فذا يا شباب طبعا أفذاذ، برافو عليكم. طب ما أفضل الوسائل للنجاح في الحياة كما فهمت من الفقرة؟ هقول له إيه؟ هجيب الإجابة من الفقرة مش هجيبها من عندي. هقول له أن يكون للإنسان مثل أعلى عظيم يطمح إليه ويضعه دائما نصب عينيه ويسعى جادا في الوصول إليه. طيب خلونا بقى دلوقتي نتنقل لأسئلة النصوص. من نص نصائح غالية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. بقول لك اختر الإجابة الصحيحة. معنى مرحا يا شباب يعني إيه؟ يعني متكبرا، الإجابة رقم 2. طيب مضاد اغضض يعني ارفع ولا اجزع ولا اسمع؟ مضاد اغضض طبعا ارفع. طب ما السلوكيات السيئة التي نهى لقمان ابنه عنها في الآيتين؟ هقول له يا شباب،
هقول له رقم 1 عدم التكبر على الناس أو التطاول عليهم. رقم 2 عدم بقى المشي بين الناس بالغرور أو التباهي بالمال والسلطة. رقم 3 الخفض من الصوت، فالصوت العالي طبعا المزعج بيبقى شبه صوت الحمير القبيح. طب وضح الجمال في قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الجمال هنا يا شباب؟ هقول له تصوير للصوت العالي المزعج بصوت الحمير مما يوحي بقبح هذا السلوك ونفور الناس منه. وبرضه ممكن أقول له هنا ده أسلوب مؤكد بإن واللام في كلمة لصوت الحمير. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك إن الله مطلع على أعمالنا وسيحاسبنا عليها مهما صغرت، اكتب مما حفظت من النص ما يدل على ذلك المعنى. هقول له إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. ركزوا معايا شباب وكملوا الفيديو ده للنهاية لأن الأسئلة اللي جاية في منتهى الأهمية. ولو لسه مكمل معانا الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل علشان ده بيشجعنا إننا نعمل لكم فيديوهات أكتر. بعد كده معانا نص عهد الطفولة. بيقول لك فإذا أنا كفراشة بهرت بما قد أبصرت من هيبة وجلال فقبضت إيمانا وحبا صادقا بالمرتجى والشعر كان مجالي. اختر الإجابة الصحيحة. مضاد حبا يا شباب يعني إيه؟ بغضا ولا فراقا ولا بعدا؟ مضاد حبا طبعا بغضا. طيب الجمع الشعر الشعراء ولا الأشعار ولا الشعائر؟ سهلة جدا، جمع الشعر الأشعار. تقول لك يتحدث الشاعر عن آثار ارتحاله لطلب العلم، اشرح ذلك بأسلوبك. هقول له بقى هنا إن الشاعر قد أعجب بعظمة العلم ووقار العلماء فانجذب نحوه كما تنجذب الفراشة للزهور الخلابة، وكمان أخذ من العلم الإيمان الحقيقي والحب الصادق. بيقول لك صور الشاعر نفسه بالفراشة، فعلى ما يدل ذلك؟ ده بيدل على ايه يا شباب؟ ده بيدل على رقته وبراءة طفولته. طيب فقبضت إيمانا وحبا صادقا، ما الجمال في العبارة السابقة وماذا أفاد عطف إيمانا وحبا؟ هقول طبعا تصوير، جاوبوا معايا شباب، للإيمان والحب بشيئين ثمينين يؤخذان للاستفادة منهما. طيب والعطف بقى اللي موجود بين إيمانا وحبا بيدل على إيه؟ هقول له بيدل على مدى الفوز الذي حققه الشاعر. بعد كده يا شباب هنتنقل بقى لنص تاني مهم جدا وهو نص سيناء أرض الفيروز. بيقول لك سيناء مناجم فيروز وكنوز عقيق سحرية، سيناء تميمة وادي النيل تعود إلى صدر الوادي. بيقول لك هات المراد من سحرية. طبعا هقول له فاتنة. طب جمع تميمة ايه؟ تمائم، برافو عليكم. طيب مضاد تعود، تعود يعني ترجع، مضادها ممكن اقول له مثلا تغادر او ترحل. طيب بما وصف الشاعر سيناء في البيتين وصفها بايه يا شباب؟ هقول له وصفها بانها أرض غنية بما فيها من كنوز كالفيروز والعقيق، وكذلك عادت سيناء المباركة لحضن مصر. طب ما الجمال في تعود إلى صدر الوادي؟ ده تصوير لسيناء بطفلة تعود إلى صدر أمها مصر طبعا، مما يوحي بأنها جزء لا يتجزأ من مصر. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك على ما يدل تكرار الشاعر كلمة سيناء في البيتين، ده بيدل على إيه؟ ده طبعا بيدل على حب الشاعر لسيناء ومكانتها العظيمة في قلبه. آخر مجموعة أسئلة معانا النهاردة شباب هي خاصة بالنحو، وركزوا معايا يا شباب في القطعة دي. بيقول لك يا بني انظر إلى من حولك لتكتشف أناسا أنت تعرفهم أملهم في الحياة أن تكون موفقا، لقد وهبوا أنفسهم ليقدموا لك الخير، أولئك هم الآباء والمعلمون، فتحية تقدير لكل أب ومعلم أدى رسالته على أكمل وجه. أعرب ما تحته خط. أناسا هنا يا شباب تعرب إيه؟ بيقول لك لتكتشف أناسا، طبعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب موفقا بيقول لك هنا تكون موفقا، يبقى موفقا تعرب خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب فتحية تقدير تعرب إنها يا شباب فتحية. هسيب لكم يا شباب إعراب الكلمة دي تحلوها بنفسكم، يا ريت اللي عارف الإجابة يكتبها لنا في التعليقات، عايزين نشوف مين هيجاوب عليها صح، ويا ريت الكل يشارك بالإجابة.
بعد كده معانا مجموعة أسئلة على نفس القطعة، بيقول لك استخرج من الفقرة ما يلي. فعلا معربا بعلامة فرعية، ممكن أقول له إيه؟ هقول له طبعا ليقدمه، ده فعل معرب بعلامة فرعية. طيب نعتا جملة، هقول له يا شباب، نفكر شوية. هقول له طبعا أدى رسالته. طيب معطوفا، نخلي بالنا هنا بيقول لك أولئك هم الآباء والمعلمون، يبقى المعطوف هنا المعلمون. طيب حالا، أنا عندي هنا في القطعة حال شبه جملة، وهي إيه؟ على أكمل وجه. طب بقول لك نفس المصري لا تقبل الإهانة، اجعل المبتدأ توكيدا معنويا وغير ما يلزم. هقول له إيه؟ هقول له المصري نفسه لا يقبل الإهانة. آخر بقى سؤال معانا النهاردة بيقول لك الطالبان كلاهما مجتهدان. كلاهما هنا تعرب إيه؟ خبر ولا مبتدأ ثان ولا توكيد معنوي؟ طبعا هقول له تعرب توكيد معنوي، الإجابة رقم 3. وبكده يا شباب يكون خلص امتحان النهارده. بما انك من الابطال اللي كملت الفيديو للنهايه، احب اقول لك بص على وصف الفيديو ده او اول تعليق مثبت، هتلاقيني سايب لك رابط امتحانات متوقعه اكتر في اللغه العربيه، روح شوفها لانها في غايه الاهميه. وفي النهايه لو شايف انك استفدت من الفيديو ده، ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناه علشان تتابع كل فيديوهاتنا اول باول. سلام.